بسبب هاد الهدف اللي ماركا هاد اللاعب على راسو قتلوه ونهاو ليه حياته. تخيل معايا لاعب كرة قدم محترف محبوب من الملايين، معروف بالأخلاق ديالو الهدوء، وغلطة وحدة في مباراة كرة قدم غادي تقلب حياته كاملة وتنتهي بوفاته بطريقة مأساوية هزات العالم كامل. هاد القصة وقعت اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار، واحد من أفضل المدافعين في التاريخ ديال كولومبيا، واللي حتى اليوم باقي الناس كيتذكروه بلقب الرجل النبيل ديال كرة القدم. ولكن خطأ واحد في مونديال أمريكا ديال 1994 غادي تحول لواحد من أكثر الأحداث المأساوية في تاريخ الرياضة. أندريس إسكوبار تزاد نهار 13 مارس 1967 في مدينة ميدلين بكولومبيا. كبر وسط عائلة متوسطة، وكان معروف من الصغر بالأخلاق والانضباط ديالو. منين كان باقي صغير بدا كيلعب الكرة، وسرعان ما بانت الموهبة ديالو. في الوقت اللي بزاف ديال اللاعبين كانوا كيتشهروا بالمراوغات وتسجيل الأهداف، أندريس كان كيتشهر بالهدوء، الذكاء الدفاعي والروح الرياضية العالية. التحق بفريق أتلتيكو ناسيونال اللي كان من أقوى الفرق بكولومبيا، وساهم في صناعة واحد الجيل الذهبي ديال الكرة الكولومبية. قبل مونديال 1994 المنتخب الكولومبي كان داخل بقوة كبيرة في التصفيات. كولومبيا دارت مفاجأة عالمية ملي ربحت الأرجنتين ب5-0 في بوينس آيرس. العالم كامل بدا كيهضر على المنتخب الكولومبي باعتباره مرشح للمنافسة على اللقب. الصحافة العالمية كانت كتشوف أن هذا المنتخب يقدر يوصل لبعيد بزاف، وأندريس إسكوبار كان هو واحد من أهم اللاعبين في المنتخب. لكن ما كانش كيعرف أن هذه البطولة غادي تكون آخر بطولة في حياته. نهار 22 يونيو 1994 المنتخب الكولومبي واجه المنتخب الأمريكي في ملعب روز بول بمدينة باسادينا في الولايات المتحدة الأمريكية. في الدقيقة 35 بالضبط من الماتش، واحد العرضية دخلت لمنطقة الجزاء. أندريس حاول يقطع الكرة وينقذ المنتخب ديالو كيف ما كيدير أي لاعب عادي وراكم كتشوفوها في الماتشات. ولكن وقع أسوأ سيناريو، الكرة دخلت بالخطأ في مرمى كولومبيا، يعني هدف عكسي. الجمهور الأمريكي فرحوا بزاف، بينما أندريس بقى مصدوم من هاد الشي اللي دارو، واخا هو ما كانش قاصد. في الأخير أمريكا ربحت المباراة ب2-1، ومن بعد رغم أن كولومبيا ربحت سويسرا إلى أنها خرجت من كأس العالم من الدور الأول. من بعد الإقصاء رجع أندريس لمدينة ميدلين في البلاد ديالو. بزاف ديال الناس كانوا كيدعموه، ولكن كانت ضغوطات كبيرة في ذاك الوقت في البلاد. كولومبيا في التسعينيات كانت كتعيش فترة خطيرة بسبب انتشار العنف والعصابات المنظمة وتجار المخدرات، وكانت كرة القدم مرتبطة بشكل غير مباشر ببعض هذه الشبكات الإجرامية. ورغم الانتقادات اللي تعرض لها أندريس إسكوبار، تم نشر واحد الرسالة للصحافة قال فيها أن الحياة خاصها تستمر، وأن الأخطاء جزء من الرياضة، وهذا الشيء اللي كاين بطبيعة الحال. وما كانش عارف أن الأيام الجاية غادي تكون الأخيرة في حياته. في الليلة ديال 1 يوليوز 1994 خرج أندريس مع بعض الأصدقاء ديالو في حي إل بابلادو بمدينة ميديلين، وتما كانوا كيتنقلوا بين عدة أماكن حتى وصلوا لموقف السيارات خارج واحد الملهى ليلي. حوالي الثالثة صباحا ديال 2 يوليوز 1994 تما أندريس دخل في واحد النقاش مع مجموعة ديال الرجال. الشهود قالوا بأن بعض الأشخاص بداو كيضحكوا عليه بسبب الهدف العكسي اللي سجل في المونديال. النقاش تطور بسرعة، وفي لحظة مأساوية واحد من الرجال خرج فردي من جيبه وتيرا نيشان على أندريس وطلق عليه بزاف ديال القرطاسات في الصدر ديالو. تما نيشان نقلوه للمستشفى، ولكن بعد غير حوالي 45 دقيقة الأطباء علنوا على الوفاة ديالو، وهو في العمر ديال 27 سنة، يعني مازال صغير. Era una persona entregada al deporte, no ponía problemas por nada. Entonces, lo mataron por nada. الشرطة اعتقلت واحد خونا سميتو مونيوز كاسترو، واللي اعترف من بعد باللي هو اللي طلق القرطاس على أندريس، وتمت الإدانة ديالو والحكم عليه بالسجن. رغم أن القضية بقات محاطة بالجدل سنوات طويلة حول الأشخاص الحقيقيين اللي كانوا وراء الجريمة، لكن كاينين روايات كتقول أن الجريمة كانت مرتبطة بخسائر مالية وغضب بعض المجرمين بسبب نتائج كأس العالم. يعني من الأخر دوك خوتنا اللي مقمرين باش تربح كولومبيا خسروا بزاف ديال الفلوس وراهنوا بلي غتربح كولومبيا، وفي الاخر خسرات. بينما روايات اخرى كتقول
أن الشجار الشخصي لعب دور كبير، يعني ما عنده حتى شي علاقة بكرة القدم. وفاة أندريس إسكوبار صدمات العالم كامل، أكثر من 120 ألف شخص خرجوا في الجنازة ديالو، اللاعبين، الجماهير، وحتى الناس اللي ما كيشجعوش الكرة بكاو على واحد الشاب اللي كان معروف بالأخلاق ديالو. من بعد في مدينة ميدلين صنعوا ليه واحد التمثال تكريما ليه، وبقى الاسم ديالو رمز ضد العنف في الملاعب وخارج الملاعب. بعد أكثر من 30 عام مازال الاسم ديال أندريس إسكوبار حاضر بقوة، ماشي بسبب الهدف العكسي فقط، ولكن حيتاش قصته كتفكر العالم كامل أن كرة القدم مجرد لعبة، وأن حتى أكبر الأخطاء الرياضية ما يمكنش تكون سبب في ضياع حياة إنسان كاملة. أندريس إسكوبار مات وعمره 27 سنة، ولكن القصة ديالو بقات واحدة من أكثر القصص حزنا وتأثيرا في تاريخ كرة القدم العالمية. هنا كانت نهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم. ما تنساوش تخليو لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي في التعليقات واصل حتى تصل. كان معكم عبد العالي، السلام عليكم، تلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.